ليه في اول الجواز بيبقى مهتم بيها جدا، راحة جاية قعدت اكلت لبست عملت، وبعد كده بالتدريج بيبدأ تحسي بيتلاشى الاهتمام، معرفش بيروح فين. بيروح قولي فين؟ لنا بيروح فين بس عشان نروح بيروح الزوجات فين؟ يروحوا يجيبوه. وليه ليه ما بيبقاش فيه نفس الحب والشغف؟ انا عارفه طبعا ان في الاول الجواز غير البدايات غير. حلاوه البدايات، حلاوة البدايات. لكن برضو لابد ان هو يكون فيه اه طبعا. متبقي اهتمام، معرفش هو بيروح فين. هي الفكرة ان لازم نبقى فاهمين ومتقبلين فكرة تقسيم مراحل الحياة الزوجية. مم. يعني انا لما بجيب قطعة اساس في البيت، لما بجيب اباجورة جديدة، لما اجيب حاجة في البيت جديدة، فانت اول ما بتحطيها راحة جاية تبصي عليه، والله جميل، والله يسلم ذوقي، والله ده انا جميلة انا ما جدا، ده حصلتش. انا ايه ده مم. ده ده لايقة على كذا، وتجيبيها كده وتجيبيها كده، حاجة جديدة في البيت. اه ف... فهي الفكرة ان البدايات ليها شكل مختلف، فانت في تمام حياته تمام. وهو في حياتك. بس الرجاله بتتعود بسرعه، اه بتألف بسرعه. اه يعني خلاص تمام، عشنا واستمتعنا وجربنا واتقفل علينا باب، نفوق بقى لالتزاماتنا. مم. فهي الفكره ان مراحل الحياه الزوجيه، كل حقبه زمنيه في الجواز ليها شكل معين، مم. وليها اسلوب معين، وليها طريقه لبس معينه، وليها يعني فكره الناس المتجوزين بقى لهم ما شاء الله 45 سنه مثلا. مم. فهل انتوا يا جماعه ما زهقتوش؟ اكيد زهقوا، يعني في نوع من انواع الملل اكيد. ولكن ايه اللي بيخلي ان احنا واصلين ل 45 او 32 او الارقام مم. الحلوه دي، ربنا يديمها على الجميع، انهم واصلين للارقام دي الحمد لله والدنيا كويسه، انهم فهموا المرحله ومتطلباتها، وبالتالي بيأدوها بشكل في نوع من انواع الرضا. تمام. يعني وانا عروسه غير وانا معايا بيبي، غير وانا معايا اتنين، غير وانا معايا تلاته. وفكره ان انا بتعامل كزوجه وشكل الاهتمام في الاول، يعني انا بقول بتراضى ازاي، بعد كده انت قدرت تفهمي زوجك من النظره، وبعد كده انت حفظتيه وهو حفظك، مم. تزعل من كذا وبتحب كذا. بعد كده وجود الاولاد، احنا بنتعامل ازاي في وجود الاولاد، مم. اوقاتنا الخاصه واحنا عرايس غير بطفل، غير باتنين، غير وهم بالظبط كبار. بالظبط. فهي فهم كل مرحله بتفرق جدا في حياه الزوجين، فلما تمام. تفهموها مم. بنسبه كبيره انا بيجي لي نوع من انواع الرضا. اللي بيحصل ايه؟ ان الزوجه ما بتبقاش راضيه او الزوج، فبالتالي انا مش راضي عن حياتي زي ما انت بتقولي كده، بيقلب الترابيزه. طب ليه؟ انا مش مقصره مثلا. طب قول لي ايه طب لو انا مقصره انت ليه ما قعدتش واتكلمت معايا؟ مم. طب انت لو شايله في قلبك كل ده ليه ما قلتيش قبل كده؟ مم. فبالتالي عشان كده بنقول دايما ان احنا نقعد ونتكلم مع بعض، بحيث تمام. كل شويه نعرف الدنيا مم. واصله لفين. طيب احنا ما زال معانا محاور كتير اهمها